انا عندي مقاومة انسولين، وزني 105 وطولي 175. يلا نبدأ كده ان شاء الله، تجربة كويسة. بحاول امشي على تعليمات حضرتك. المشي عادي احسن، ولا تمارين المقاومة؟ تمارين المقاومة طبعا، بس تدخلي معاها المشي. باخد جلوكوفاج 1000 اكس ار، ماشي كويس عادي، خديه بس خدي معاه بي 12 عشان الجلوكوفاج بيقلل امتصاص بي 12. قبل المشي باخد الكرانتين، تحفة. قول لي ايه الفيتامينات والمعادن واخدهم ازاي بالظبط. رأيي دخلي بس كروميوم. خدي كروميوم قبل الفطار وقبل الغداء، وخدي مغنيسيوم قبل النوم، وممكن ندخل كمان سيلينيوم في البدايه كده، تاخديه شهر ولا حاجه هيبقى كويس جدا. عايزك تظبطي كده الصيام، ابدأي بالتدريج. انت لسه وزنك 105، فهسي ابدأي صومي 12 ساعه بس، بعد تخسي 10 كيلو ولا حاجه خليهم 14 ساعه، وافضلي فتره فيها شويه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت قدها، وانا مستني منك ده. لما تكسري ال 90 تحت ان شاء الله، ابدأي زودي في بعض الايام 16 ساعه. لما تكسري ال 80 زودي، كتري عدد الايام اللي تصومي فيها 16 ساعه. بس خدي الفيتامين دي كلها واعملي كل الحاجات دي. لو كارب دايت هاي بروتين، ابدأي اول وجبه ببروتين كتير جدا 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 في اول وجبه، ودهون صحيه كويسه زي زيت او زبده. ويا ريت في الاول شهرين ثلاثه تاخدي بروتين في الثلاث وجبات، فطار غدا عشاء، تفرق